يلا لو عندك كيس كريم كراميل ناسياه، هاتيه وتعالي نعمل فيه احلى كيكه. تعالي يلا نشوف هنعملها ازاي. هنعمل مع بعض النهارده كيكه باللبن. هقول لكم على سر ارتفاع الكيكه ومكون جديد هنحطه عليها. هنشوف مع بعض هيرفعها كويس ولا تبقى عامله ازاي. اقول لكم على المكونات على السريع كده. كوبايتين لبن. كوبايتين دقيق، كل كوباية ناقصة معلقة ونحط مكانها معلقة نشا، يعني اللي فوق دي معلقة نشا، يعني كوبايتين دقيق كل واحدة ناقصة معلقة ونحط مكان معلقة نشا. كوبايتين دقيق ومعلقتين نشا، كوباية لبن دافي، كوباية إلا ربع سكر، 3 بيضة، بيكنج باودر، فانيليا، جوز هند، خل طبعا. المكون الأساسي بتاعنا كيس كريم كراميل. طبعا كوباية زبد. طبعا أنا هشتغل بالمضرب اليدوي، ولو حابة تشتغل بالخلاط اشتغل بالخلاط مش مشكلة. أول حاجة هعملها طبعا هكسر البيض بتاعنا وابدأ الشغل. طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة، يعني مش طالعة من التلاجة ولا حاجة. هكسر البيض بتاعنا واشتغل بالمضرب زي ما قلت لكم. هعمل البيض بالمضرب واوريكم شكله عامل ازاي وهنعمل ايه. بعد ما ضربت البيض بالمضرب كده هضيف دلوقتي السكر. بعد ما ضربنا البيض مع السكر الخليط بيبقى شكله المنظر اللي انتوا شايفينه ده. هننزل بالزيت بتاعنا، وطبعا الزيت بتاعنا لازم يكون فاتح عشان الكيكه تبقى لونها فاتح. بعد كده هنزل باللبن زي ما قلت لكم، كوبايه اللبن لازم تكون دافيه. ده شكل الخليط بتاعنا، شايفين لونه بقى ابيض ازاي. هنزل بقى دلوقتي بالمكونات الجافه. طبعا زي ما قلت لكم كوبايتين دقيق وعليهم معلقتين نشا، يعني كوبايتين ناقصين وعليهم معلقتين نشا. طبعا لازم ننخل الدقيق زي ما احنا عارفين. وهقلب. هحط النشا على مرة، هحط قصدي الدقيق على مرتين، مش هنزل بالدقيق مرة واحدة. وهحط معلقة جوز هند اختياري، حابة تحطي حابة حطي، مش حابة براحتك. معلقتين عشان بيخلوا ريحتها حلوة. وكيس الكريم كراميل بتاعنا. كيس فانيليا. والبيكنج باودر بحط آخر حاجة هو الخل. هنزل ببقية الدقيق بتاعنا.
طبعا كتير من الكراميل عاطبها لون جميل خالص. اخر حاجه طبعا هنحطها معلقه الخل او معلقه عصير ليمون، والبيكنج باودر طبعا اخر حاجه هنحطها. اخر حاجتين نحطهم بالخل، معلقه الخل والبيكنج باودر. طبعا الفرن بتاعنا سخن، هنحطها على فرن درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني وتقعد 40 دقيقة بالظبط. دي شكل الصينية بتاعتنا اهي. بس هندخلها الفرن واوريكم شكلها لما تطلع ان شاء الله. ماما دي شكل العسل بتاعنا بعد ما طلعت من الفرن. هقطعها واوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين الجمال؟ شايفين اللون؟ بجد تحفة.